السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مرحبا بكم معنا من جديد في القناة ديالنا قصة وحكاية، قصص وحكايات من الواقع المغربي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكن من جديد في هذه القناة. على بركة الله نبداو السرد الأحداث القصة ديالنا. تولد رضا بوجمعة وناصر رفيق حي صافي حي تابريكش بسلا حيد الكاريان تولدوا هاد جوج دراري هادو. كانوا الوالدين ديالهم جاب بيناتهم الأقدار في هاد الحي هذا، استقروا فيه مطلع ديال التسعينات القرن الماضي. كانت عائله ديال الرفيق كتنحدر من المدينه ديال تادله، بينما كانت اسره ديال بوجمعه من الحوز. ونشأت بين هاد جوج اسر هادو علاقه متينه تقاسموا فيها في الايام الحلو والمر، ومن لحظات اكثرها سعاده اخرى اشدها الما وقسوه. لان حمد بوجمعه والد ديال الرضا كما عبد الله رفيق والد ناصر ذاقوا المراره ديال الفقر والجهل، ونشأوا واحد النشئه اللي كانت قاسيه بزاف. داكشي علاش داكشي اللي عاشوه بغاوش يكرسوه في الابناء ديالهم، وسهروا على انهم يربيوهم واحد التربيه حسنه ويديروا مجهود كبير قدر الامكان ويوجهوهم واحد التوجيه اللي يكون مزيان في الدراسه ديالهم ويغيروا الحياه ديالهم. كما كيقول بيير بورديو: كفانا انتاج اجيال تشبهنا. يعني الانسان خصو يبدا شويه وخاف وليداته، ماشي انت نجار تولد ولدك خصو يكون حتى هو نجار. الانسان كسر ديك السلسله ديال الانتاج، نتجو لينا شي حاجه تكون مزيان. هذه الفكره ديال بيير بورديو ومدرسه والتنشئه الاجتماعيه الى اخره. وهكذا هاد الحياه ديالو علاقه ديال الجوار جمعت بين رضا وناصر، زملاء في المدرسه كانوا كيمشيو ويجيو بجوج، يمشيو المدرسه بجوج يرجعوا بجوج، ما كيتفارقوش الا لا واحد فيهم مشى للدار ديالهم باش ينعس. في عام 2008 كان داز 18 عام تقريبا، حصل ناصر على شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية. كان تلميذ نبيه، بينما حصل رضا على البكالوريا في الآداب العصرية. كان كيميل بزاف هاد رضا للفنون، كان يتلائم الموهبة ديالو الرسم، كيلقى ذاته في الرسم بزاف، كانت ليه موهبة كبيرة في الرسم. التحق ناصر بالكلية ديال الطب، بينما التحق رضا بالكلية ديال الآداب. ديك السنة وبشكل مفاجئ توفى عبد الله رفيق والد ديال ناصر، واللي كان هو الاكبر في الخوت ديالو. اضطر انه ينقطع على الدراسه وتحمل العبء ديال الاسره ديالو. اجتاز المباراه ديال ولوج مدرسه تكوين ممرضين، ولكن رضا ما توفقش في اجتياز السنه الاولى، اش كان ديما كيدوز الوقت ديالو في الرسم. كيصون بوطريهات طالبات اللي ولاو دايرين به، حكمه كان رسام، كان كيرسمهم ضروري بزاف ديال البنات، منهم العشيقات ديالو وشي وحدين كانوا بحال العشيقات ديالو. نبه بسرعه ودارك الامر ان هاد التمريض هذا راه ما غاديش ينجح فيه الا ما زيرش راسو. ديك الساعه مشى دوز امتحان ديال ولوج المركز الجهوي لتكوين الاساتذه، تخصص ديال الفنون التشكيليه. سالت المده ديال التكوين، تخرج ناصر بدبلوم ممرض ممتاز متخصص في التخدير، وتم التعيين ديالو في مستشفيات في الرباط. بينما تم التعيين ديال الرضا استاذ الفنون التشكيليه في احدى الثانويات بالمدينه العتيقه سلا. بعد عدد الاعوام صار هاد جوج الشبان هادو اللي كبروا وعاشوا مع بعضياتهم يفكروا في الاستقرار والزواج. فكاش الامر كيطرح مشكل لا بالنسبه للرضا، لان علاقته كانت واسعه مع الطالبات في الكليه، والسمعه ديالو راه كانت مشهوره بزاف بسبب دوك البورتريهات اللي كان كيرسم. هادشي هذا تاح ليه المجال واسع في انتقاء ديال رفيقه الحياه، اختارها بكل عنايه. اما الامر بالنسبه لناصر الممرض، راه ما كانش عنده مع الدريات بزاف، كان كيحشم. كل ما هضرت مع شي بنت ولا قربت منه ولا شي حاجه راه كان كيحشم منها. داكشي علاش بقى جالس كيقلب حتى دبر في واحد البنيته تزوج بها وعاشوا بسعاده في الاول. هاد جوج اصدقاء هادو غادي يكريو واحد غادي يكري دار بوحديتو، راهو ما بدياتهم وبداو عايشين بخير. الواحد كان كينحدر من عائله فقيره وعاشوا الطفوله مع بعضياتهم. هاد الكرا هذا الواحد كاري دار، راه الثمن ديال الكرا كيأثر على القدره الماليه ديالو. داكشي علاش فكروا انهم يتسجلوا. ملي فتحت السلطات باب ديال التسجيل السكان ديال حي الصافي حي تبريكت
باش يستافدوا من البقعة الأرضية. هاد الجوج كانوا أصدقاء، رضا وناصر. جاو تواصلوا مع الناس من هنا يدفعوا الطلب ديالهم وساعدهم شي سمسار والمقدم ديال الحي إلى آخره، وخداو جوج بقعات، بقعة أرضية الأولانية باعوها، والبقعة الثانية بناو فيها. بناو في هاد البقعة هادي دار مكونة من سفلي وطابقين، يعني سفلي والبروميير والدوزيام. كل واحد فيهم خدا قرض بنكي، زيد داكشي ديال البقعة اللي باعو، وبعد واحد 8 شهور كملوا البني. داروا القرعة ديال السكن، رضا والزوجة ديالو بالطابق الأول، بينما استقر ناصر والزوجة ديالو في الطابق الثاني. الطابق الأرضي السفلي، يعني اللي في الأرض. كل واحد فيهم خدا واحد الشومبر منه. رضا خدا غرفة كمرسم، يعني واحد الكوان كيرسم فيه، بينما خدا ناصر غرفة اللي داير فيها كتوبة ديالو، كان كيهبط يقرا فيها ويبريباري ولا يبدل الجو ولا شي حاجة. كان رضا كيمضي الوقت كامل، خصوصا وقت الفراغ ديالو، في الرسم، وكيمنع يدخل حتى شي واحد لديك الغرفة كيف ما كان، واللي كيبغي يدخل كيدور فيه تيقول له لا، هذا الركن هذا راه خاص جدا. كان رضا كيحتج بان هذا الركن هذا راه ركن ديال الرسم وديال الابداع، واي واحد دخل ما بغاش يشوف الجو اللي كيكون فيه باش كيجيه الالهام باش كيرسم. قال لهم باللي راه عنده واحد المعرض كبير من بعد واحد 5 سنين غادي يدير، وكل نهار راه كيرسم لوحه وكيحطها. داك المنزل بعد واحد 5 سنين ديال الزواج غادي تولدوا لينا 4 ديال الدراري. ولاد رضا 2 ولاد بالمناصر، 2 بنات. كانوا الاطفال كيعمروا الدار بالحب والحضور ديالهم والسعاده، جري هنا جري لهيا. وصراتين كانوا عطيهم واحد الفضاء رحب كبير، وليدات كيلعبوا وكل واحد كيعتني بهم عنايه خاصه. بالنسبه للرعايه الطبيه راه كان كيرعاهم الممرض، وبالنسبه للدراسه راه كان كيرعاهم استاذ التربيه الفنيه. واي واحد لقى الوقت فين انه يمشي راه كان كيديهم المدرسه. جات الامور وتوالت السنين على هاد الحالات، هذوك الوليدات دخلوا يقراو. بزاف ديال الاسئله كانوا كيتكرروا نفس الصيغه: واش نتوما خوت، واش نتوما خوت، واش هادي اختك، واش هذا خوك. لان دوك الاطفال ب4 كانوا كيتشابهوا مع بعضياتهم، يتشابهوا في واحد الصوره اللي كبيره بزاف، تقول غير توام. عبد الناصر ما سمع هاد السميات بزاف، هاد الهضره بزاف من هاد الناس، والتشابه راه بدا كيتسرب ليه شويه ديال الشك. شويه بشويه بدا كيتسرب ليه الشك: واش مرتي كتخون، واش مرتي كتخوني هي والصديق ديالي. بزاف د الاسئله بداو كيتسربوا ليه الدماغ ديالو. واحد المره قرر انه يدير تحليله ديال الدم بينه وبين وليداتو، باش يدير المطابقه ديال واش عندهم نفس الفصيله ولا لا. دار التحاليل، لقى بان الولاد ديالو عندهم نفس الفصيله ديال الدم ديالو. اللي استشار شي اصدقاء في العمل قالوا له بان هادشي راه ما كيحددش الابوه 100%. شحال من واحد كيكون ما كتعرفوش عنده نفس الفصيله ديال الدم ديالو. يعني بزاف الناس كتلقى عندهم ا او عندهم بي ولا بي بلس ولا بي موان ولا او بلس ولا ا بي موان. فصيله ديال الدم راكم عارفين كيفاش كيكون. واش كيعني هذا بان هاد الناس هادو راه كامل من عائله وحده وكاملين عندهم نفس الاب؟ هادشي هذا بقى في عبد الناصر كياكل فيه، بقاش كينعس، الشك تسرب ليه. هضره ديال الناس كتقول بان هاد الوليدات راهم كيتشابهوا، اساتذه كيقولوا ليهم راكم كتشابهوا، واش نتوما خوت. حاجه اللي ديرونجيتو بزاف. واحد النهار قرر انه يدير لهم التحاليل، وبقى جالس كيفكر بحكم المهنه ديالو انه الممرض، راه كان عارف الوقيته اللي كيجلبوا فيها الدراري. واحد النهار كان واحد الفيروس داير، قرر انهم يديهم باش يجلب ليهم. ديك الوقيته خدا عينات ديال الدم منهم ولصق تيكيه فيهم، اسماء ديالهم كاملا. الواحد خدا منه شويه ديال الدم ولصق عليه ورقه في ديك القاروره ديال التحاليل. بقاو عنده، بقى جالس كيتسنى الفرصه المواتيه كيفاش غادي يدير باش غادي يدير التحاليل. صديق ديالو رصان تشكيلي، كان واحد النهار مرض، كان فيه شي طفح جلدي، شي حبوب، شي حاجه اللي ماشي تليه. راه شجعو قال ليه شوف ما عندك مناش تخاف، عطيني غير الدم ديالك شويه ندير لك التحاليل وغادي نديرو هادي. قنعو، خدا من عنده شويه ديال الدم، شد الدم ديال الصديق ديالو وشد الدم ديال دوك الوليدات ب4 اللي كان كيشك بان دوك البنات راهم ماشي بناتو. جمع داكشي كامل وصيفطوا لواحد المختبر من غير المختبر اللي خدام فيه ومن غير المختبر اللي كيعرفوه فيه الناس، باش يبعد الشك عليه.
وما يعيق به حتى شي واحد، لانه راه جا كيدير التحاليل وكيشك في الابوه ديال الوليدات ديالو. ديك الساعه تسنى حتى خرجت التحاليل وبانوا النتائج، والصدمه الكبرى ان الوليدات بربعه عندهم اب واحد، والاب ديالهم بطبيعه الحال كان هو رضا. عبد الناصر ديك الوقيته جنون ديالو تسطى، حماق، مقدرش يستقبل الفكره هادي ويأكسبتيها. كيفاش الصديق ديالي ديال الطفوله ديالي اللي عاش معايا وكان بحال خويا غادي يخونني مع مرتي، وانا جالس كنصرف على وليدات ماشي هما ولادي؟ مده هو جالس كيفكر كيفاش حتى ينتقم منه باش يصفي عليهم كامل، لان النار ديال الخيانه كانت جالسه كتحرق فيه. جات ايام وجات واحد العطله مدرسيه، وحتى هو كان دفع واحد شهاده باش ياخذ عطله. قرر انه يقنع الزوجه ديالو والوليدات ديالو والزوجه ديال الصديق ديالو ووليداتهم حتى هما انهم يمشيو لواحد المنتجع سياحي نواحي ديال والماس، يدوزوا فيه النهار تمايا ويعيشوا واحد اللحظات زوينه وينساو ستريس ديال الخدمه. رضا وافق. الناصر كان دامس الخطه ديالو، مشاو حط الوليدات تمايا، خلاهم جالس كيلعبوا ناشطين العيالات مع بعضياتهم. ديك الساعه بد ناصر قال لصاحبو رضا راه خصني نرجع دابا ضروري الرباط على ود شي غراض، يلا تسارح معايا شويه في السوقان وليو نرجعو انا وياه. صافي داكشي اللي كان، رجع هو وياه، مشى خدا واحد الغراض، من بعد رجع للدار. رجع عبد الناصر للدار واستقبل رضا، جلسو بغا يدخل يشوف شنو كاينه في ديك الدار اللي السفليه، شنو خازن فيها شنو كيدير فيها. هذيك الساعه رضا احتج، قال عبد الناصر لا ما تدخلش فيها شي حاجه خاصه بيا. قال لي صافي ماشي مشكل. قالوا نيت انا بغيت نشوف واحد الموضوع مهم وبغيت نناقشوا انا وياك، داكشي علاش خليت المراه والدراري وجيت نستعشر معك فيه. راه عندي شي حاجه في الخدمه ما مرتاحش، جالس كيقول لي بحال هاد المواضيع باش خليه يتيق ويرتاح. ديك الساعه عبد الناصر مشى دار واحد البراد لاتاي وجاب الكيسان حطهم، ودار وسط كاس واحد المخدر ما عنده لا لون لا مذاق، ولكن المفعول ديالو يكون قوي بزاف، شربو كيجيك الناس كطيح. حكم هو راه ممرض يعني راه عنده خبره في هادشي هذا، وكان ممرض مختص في التخدير والجراحه. كب اتاي شرب، من بعد كب الصديق ديالو ناصر، دوز الكاس الرضا. رضا بدا جالس كيشرب داك اتاي، بدا كيحس بالعيا وبدا كيحس براسو كيطرخا وينعس تهنى. ديك الساعه عبد الناصر هز رضا وداه الناموسيه، ربطو من يديه ربطو من رجليه، وزاد دفع عليه واحد المخدر كثر من داك المخدر اللي كان عنده. ديك الساعه لبس الماتيريال ديالو، خدا واحد المشرط طبي ومشى نيش على العضو التناسلي ديال الرضا، وقطعوا ليه، ومن بعد خيطوه ودار ليه الضمادات ودق ليه واحد المخدر واحد اخر. من بعد مشى كيقلب في السوارت وشاف الساروت اللي كيفتح داك الغرفه السريه اللي عند رضا. عبد الناصر دخل لديك الغرفه، تصدم من الهول ديال داكشي اللي شاف. بزاف ديال الطابلوات ديال النساء عاريات مختلف الاشكال والاحجام، وكل لوحه لاصقه فيها واحد الورقه في الظهر ديالها. هذيك الظهر ديال اللوحه كان كيكون فيها بحال شكل شي رساله فيها الاسم، النسب ديال هاد السيده هادي، شحال من مره خانها، شنو الانطباع ديالو عليها، كيفاش دازت العلاقه الحميميه بيناتهم، شنو هما الحوايج اللي عجبوه في الشكل ديالها. ولقى عبد الناصر بزاف ديال الالواح، الواح خشبيه مازال ما ترسماتش، طابلوات خاويين، ولقى بزاف ديال اللوحات اللي مرسومه. جالس كيطول فيهم والنار ديال العافيه شاعله فيه. ويلقى واحد اللوحه مشى قرا في السميه ديالها، لقى السميه ديال الزوجه ديالو، لقى بانه راه كان كيخونها بشكل دوري. واش ما كيكون عبد الناصر عنده البيرمانونس في لاكارد، راه كان كيهبط وكيغوت ليها، كيدخلها لديك الغرفه ديال الرسم وكيبدا يرسم فيها، وملي كيسالي يمارس معها الجنس وكيصيفطها في حالاتها. هاد العلاقه الجنسيه الشاده اللي خان فيها الصديق ديالو نتج عليها حمل ديال 2 مرات وجوج بنيات. عبد الناصر شد هادشي كامل في قلبو وكواه كما كيقول. ديك الساعه شد واحد الورقه وكتب واحد الرساله اللي كانت عميقه وبليغه. كتب وجالس كيكتب لصاحبو رضا: عشنا انا وياك الطفوله بالحلو والمر ديالها،
شحال من مره كاليت عليك ملي كان كيبغي يضربك بنادم، شحال من مره بتي معنا في الدار، شحال من مره كليتي معنا وانا كذلك، شحال من مره كليت معاك، شحال من مره عشت معاك، شحال من مره فراش واحد جمعنا انا وياك، كنا كثر من الخوت، اللي كتبكينا بجوج، واللي كتفرحك كتفرحنا بجوج، وانا كذلك. تقاتلنا وبنينا دار، قلت راه خويا ساكن فوق مني، ولكن كنكتشف بانني راه ما كانش خويا اللي ساكن فوق مني، بالعكس كان ديب. وهادشي هذا كتبتو بعد ما انتقمت منك، وها انت دابا ما انت راجل، ما انت مرا، ما انت بنت، ما انت راجل. وهاد الرساله هادي ملي غادي تقراوها راه غادي يكون قتلت دوك الوليدات كاملين، وقتلت الزوجه ديالي، وقتلت حتى الزوجه ديال الصديق ديالي، وغادي نقتلت انا راسي. كتب داك الشيء وحطو، ومشات الطوموبيله ديالو كسيره، وصلنا واحد ديال الماس في ديك المنتجع السياحي اللي خلى فيه الزوجه والابناء ديال الصديق ديالو اللي نتجوا على الخيانه مع الزوجه ديالو. ركبهم بحال ما كاين والو، سولوه فين هو رضا، قال لهم راه في الدار كيرتاح شويه، راه صافي، راه انا نمشيو دابا عنده نشوف. مشى الطريق وبقى غادي مكسيري ما هو الماس والفيراجات، الطريق بحال اللي كاين في الجبال، غادي يقصد واحد الفيراج وغادي كسيري واحد كسيره شور كامله، غادي يتلاوح من واحد الطريق اللي عاليه بزاف وسط الجبال. الطوموبيله غادي تفركت، وغادي ينتج الموت على داك الشيء كامل اللي كان راكب في ديك الطوموبيل. رضا من اللي فاق شاف راسو مربوط، شاف الدم والعطراس وحس بالحريق، بدا كاس كيغوت. راه ملي سمعوا واحد الجار علم الشرطه ديال النجده جاو دخلوا، لقاو واحد الحاله اللي يورت عليها، بمعنى الكلمه، مربوط وقطع عليه العضو الذكري ديالو، حالته ما هي حاله. بوليس بدا كيدير واحد التمشيط بعد ما جاب اذن من عند وكيل الملك، وبدا كيجمع الادله. غادي يلقى واحد الورقه مكتوب فيها هذه الرساله هذه. راه ملي توصلوا لهنايا وغادي تشوفوا هذه الرساله هذه، غادي يكون كلشي مات، انا والزوجه اللي خانتني، الوليدات الصغار اللي ماشي ولادي وكنت كنصرف عليهم على اساس راهم ولادي، والزوجه ديال رضا اللي كان خويا وما مصدقش خويا، كلشي غادي يكون مات. وانت رضا، انت ما انت راجل، ما انت مرا، العضو الذكري ديالك راه تقطع، راه صافي ما غاديش يبقى عندك. واخا تبغي تمارس الجنس ولا تخون شي واحد مع الزوجه ديالو وترسمها وهي عريانه، راه ما عندك كيفاش غادي دير. هادو هما الكلمات الاخيره اللي تكتبوا في الرساله. بوليس فتح المحضر، دول الاقوال، اللي مشاو يقلبوا داروا تمشيط في النواحي ديال والماس، او باللي السيد راه توفى وهما 4 الوليدات والزوجه ديال الصديق ديالو والزوجه ديالو. محضر تسد، قضيه كانت دارت بوم واحد الوقيته، كتبوا عليه بزاف ديال الصحف والجرائد، خيانه من اقرب الناس. وهنا ما بقى لينا غير نودعوكم ونقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو مع قصه واحده اخرى. نتمنى هاد القصه تكون نالت الاعجاب ديالكم. خيانه كتحرق، ولكن الا كانت من طرف الاصدقاء راه كتحرق بزاف. والى اللقاء.